الحمد لله كل اللاعبين كلهم كويسين الحمد لله. موجود دلوقتي في المعسكر 30 لاعب. 30 بانضمام حسني عبد ربه النهارده وشارك في التدريب، بقى في 30 لاعب موجودين في المعسكر. نعم. اللاعب الوحيد اللي لسه ما انضمش للمعسكر اللي هو محمد زيدان، وانت عارف حضرتك ان هو انضمامه هيكون يوم 1 باذن الله يناير، وهينضم لنا في معسكر دبي مباشره، هيجي من المانيا على المعسكر على طول مباشره. جميل. ده اللي موجود، لكن ما كل اللعيبه دلوقتي وصلوا، اللعيبه كلها كانت في التمرين النهارده، كل اللعيبه اتمرنت، ما فيش الحمد لله اي اصابات كانت موجوده. يعني كان مدته قد ايه التمرين النهارده يا كابتن شوقي؟ التدريب النهارده كان مدته ساعه ونص. ساعه وربع. كان مقتصر على بعض الجمل التكتيكيه والاحماء ولا عملته تقسيمه؟ وكان لمده ساعه ونص، وكان التدريب كان عباره عن الاحماء الاول كده، وبعدين كان الفرق مقسمه ل3 مجموعات، كانت في مجموعه مع الكابتن حسن، وكانت مجموعه معايا، وكانت مجموعه مع الكابتن حماده. نعم. وكلها كانت حاجات، وطبعا حراس المرمى كانوا مع الكابتن احمد. وكلها كانت عباره عن حاجات، يعني مجموعه بتشتغل على الجون من كرات عرضيه، ومجموعه ثانيه بتشتغل من التسديد، ومجموعه ثالثه كانت بتشتغل تدريبات تحملات، وبيبدا يغيروا كلهم، وفي الاخر اتعمل التقسيمه في نهايه التمرين بين 3 فرق موجودين، كل فرقه كانت تقريبا 8 بيشتركوا، 8 او الحارس 9 يعني بيشتركوا. كان فيها ضغط شويه من اماكن معينه، في فرقه ثانيه بتلعب من اسلوب من على يعني كان في تدريبات منوعه خلال التمرين اللي تم النهارده كله لمده ساعه ونص زي ما قلت. حسني عبد ربه بعد عودته من الامارات وخروج فريقه من كاس الامارات واحتلال فريقه المركز الثامن في الدوري الاماراتي، حالته المعنويه ايه يا كابتن شوقي؟ والله طبعا بص، يعني هو اللاعب المحترف بالذات بيبقى متعود ان عمليه ان فرقته بتبقى كسبانه او فرقته بتبقى خسرانه او الكلام ده او كده، بيبقى طبعا في تاثير كبير، لان دي بتاثر عليه في حاجات كتير. نعم. فلكن هو النهارده حسني الحمد لله، يعني مجرد وصوله، يعني انت عارف حسني وصل النهارده الصبح، ومجرد وصوله انضم للمعسكر مباشره يعني. وكان موجود وبدا على طول ودخل واتمرن التمرين معانا كل التمرين، واندمج، لان انت عارف الفتره عندنا كانت فتره ضيقه. نعم. مش فتره كبيره صراحه. والنهارده انت بتتكلم النهارده كل اللي بقى على ميعاد سفرك النهارده بقى اقل من 10 ايام للامارات. يعني 10 ايام هتكون مسافر خلاص، هتبقى موجود في انجولا. فهم دول اللي موجودين. ممكن احنا شفنا النهارده برضو، كنا كلنا كلاعبين وجهاز بنتفرج. النهارده كانت في مباراه مالي كانت بتلعب النهارده مع كوريا الشماليه، وكانت قعدنا كانت النتيجه 2-0 لصالح كوريا الشماليه في دوره قطر الدوليه الوديه. في قطر. كنا قعدنا برضو نتفرج عليها ونتفرج على فرقه مالي. يعني برضو كتتبع لبعض الحاجات اللي ممكن نعملها معاهم. يعني فرقه ملاوي وصلت. نعم. اتمرنت امبارح واتمرن النهارده، وبكره اتمرن في الملعب الرئيسي بكره في الاستاد. وبنتمنى باذن الله ان المباراه باذن الله يوم الثلاث يعني يكون الاداء فيها اداء كويس، ونطمئن على حاله اللاعبين قبل ما نطمئن على اي حاجه ثانيه في المباراه، لان المباراه مش اختبار لاي لاعب. اللاعب اللي بينضم لمنتخب مصر نعم احنا ما بنحطوش تحت الاختبار، او بنحطه تحت نقول عليه كويس ولا وحش. لكن في النهايه تحكمنا المراكز في اختيارات اللاعبين. ايوه، ما هو دي نقطه انا كنت عايز اسالك فيها يا كابتن شوقي. يعني النهارده انتوا بقيتوا 31 لاعب بعد استبعاد محمد ابو تريكه. تمام. وبالتالي انتوا هتسافروا 23، اذا هناك 8 سيغادروا المعسكر قبل تمام. السفر الى الامارات بمشيئه الرحمن. هيسافر معانا الامارات حارس كمان، هنبقى 24 لعيب في الامارات. تاخد ال4 حراس تحسبا لاي سبب. طيب، هو سؤال يا كابتن شوقي في المنطقه دي، انه من المؤكد في مجموعه من اللاعبين يمكن عديناهم وحصرناهم 21 لاعب او حتى 22 معروفين تماما بالنسبه لكم، وبالتالي مدى الفرص الحقيقيه للاعبين المنضمين الجدد، امثال حازم امام، امثال شبيطه، امثال جدو، امثال شيكابالا. وشيكابالا اكيد. صدقني يا كابتن مدحت، بعد التدريبات اللي احنا بنشوفها والاداء اللي بنشوفه من بعض اللاعبين في الملعب خلال الفتره اللي فاتت دي في ايام التدريب اللي احنا اتمرناها. نعم. انا باكد لك ان القايمه هيكون فيها مفاجآت. ده شيء يسعدنا جدا يا كابتن شوقي. باكد لك يعني ده شيء يسعدنا جدا. الاسماء والكلام ده وكده. ايوه. انا عايز اقول لك على حاجه من الحاجات. الكابتن سمير عدلي بقاله مثلا 3 ساعات عايز الاسامي عشان حجز الطيران. وما فيش حد فينا قادر يديله الاسامي، لان بالنسبه لانجولا. لا، ده بالنسبه
الامارات بس. بالنسبه للامارات سوري، ما انتوا هتروحوا فعلا، هو الامارات انت مظبوط. عارف حضرتك احنا هنسافر الامارات يوم 31 بالظبط. وهنسافر الامارات ده يوم 31 ده اللي هو اخر ميعاد في القايمه. ولازم نستنى باذن الله لما المباراه تخلص باذن الله ما يكونش عندنا اي اصابات ولا اي شيء. وهو عايز يعرف حجوزاته. فاحنا قلنا له الاربعه اللي مضمون في القايمه كلهم اربعه الحراس المرمى، ابعتهم من حراس المرمى. بالظبط. والله ده اللي حصل. يعني كابتن شوقي انت بتؤكد ان الفرصه بالفعل متاحه للجميع. والله يعني انت عارف يا كابتن عن صادق معاك ده 100%. ايوه الفرصه متاحه للجميع، وبنتمنى يعني التنافس اللي موجود في التمرين ده والجديه على لعيبه كتيره في التمرين، يعني جديه فعلا حقيقيه. يعني شايف ناس يعني عايزه تبقى لها وجود، عايزه تاكل النجيله بالبلدي. طب مين اللي هياخد عينكم يا كابتن شوقي؟ مين اللي هياخد عينكم ويلفت نظركم؟ ايه مقوماته؟ بص يا كابتن مدحت، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا زي ما قلت لحضرتك ان اللي رابطنا رقم واحد عمليه تقسيم المراكز. تمام. هيكون في دور كبير جدا لكل لاعب بيقدر يلعب في اكثر من مركز. لان ده هيبقى زي الجوكر، يعني عنصر مهم ان يبقى محطوط في الفرقه. نعم. في مراكز كتيره فيها لعيبه لا مش يعني لعيبه كويسه جدا، لكن انت ما تقدرش تاخد منهم اكتر من واحد. تمام. يعني او ما تقدرش في مراكز ما تقدرش تاخد منهم اكتر من اثنين. فديت الحاجه الوحيده اللي هتفرملكوا. يعني عناصر كتيره بقى احنا حاطين يعني كده زي حاجات قدامنا في العمليه بتاعت الاختيار دي. يعني في عمليه الاختيار انا بقول ربنا يوفقنا ونقدر نختار الصح وما نظلمش حد. ايوه، وعايز اقول لك حاجه كابتن شوقي اذا سمحت لي، يعني من منطلق اكيد الصداقه لا اكثر ولا اقل. طبعا. اتصور ان منتخب مصر في انجولا لو في عناصر جديده ما حققتش هذا الانجاز من قبل هيكون له شأن مختلف جدا من ناحيه الحيويه والنشاط والرغبه الحقيقيه. والله احنا بنتمنى بص يا كابتن انا اصلا هقول لحضرتك حاجه بصراحه. نعم. الفرصه اللي موجوده لهذا الجيل، سواء الجيل التدريبي من قياده الكابتن حسن او جيل اللاعبين، لن تتكرر مره ثانيه الا بعد سنين طويله قوي. تمام. ان تبقى عندك فرصه انك تحافظ على اللقب للمره الثالثه على التوالي. يعني عشان نحافظ على المره الثالثه على التوالي دي، لو فقدناها المره دي يبقى محتاجين نفوز بقى مرتين كمان. لا دي عايزه قرن من الزمن، عايزه قرن. شفت انت قلت كده بالظبط. الفرصه فرصه انك يعني زي ما بنقول ايه تحفر اسمك في التاريخ. بالظبط. انا بكلمك بصراحه. دي حقيقه دي حقيقه. كسبنا البطوله مره، كسبنا البطوله مرتين، لكن حته انك تبقى في افريقيا كسبت البطوله 3 مرات ورا بعض ما حصلتش خالص في افريقيا اطلاقا. متتاليين يعني. بالظبط ما حصلش. لا ما حصلش. دي الهدف اللي قدامنا وده اللعيبه حاسه بيه فعلا، صدقني اللعيبه حاسه بيه. وبنتمنى باذن الله يا رب يا رب انها تترجم لافعال بقى، يعني افعال في الملعب حقيقه. عمرو زكي اخباره ايه يا كابتن شوقي؟ مين؟ عمرو زكي. لا والله بص انا عمرو زكي الموضوع احنا قرناه في النت وقرناه في الجرايد. لكن صدقني احنا كجهاز يعني كلنا كنا موجودين النهارده، موجودين قبل التمرين مع كابتن حسن عشان برنامج التدريب ايه الشغل اللي هيتعمل ايه الحاجات دي كده. موضوع عمرو زكي ما اتفتحش النهارده ولا اي حد اتكلم فيه خالص. يعني هو خارج المجموعه 100%. هو احنا ما اتكلمناش في الموضوع خالص. فانت لو اتكلمنا حتى وحصل نقاش هقول لك حصل نقاش في كذا. لكن الحقيقه ما كانش في اي نقاش النهارده في هذا الموضوع. ما فيش نقاش اطلاقا فيما يعني ان عمرو زكي خارج افريقيا تماما. جميل. اخيرا كابتن شوقي تقول لي يعني ملامح المعسكر، بتصحوا الساعه كام؟ بتفطروا بتتغدوا الساعه كام؟ بتعشوا كام؟ بتناموا كام؟ هو انت عارف حضرتك النهارده كل اللعيبه كانت صايمه. ايوه عشان عاشوراء كل سنه وانت طيب. يعني هم صايمين صايمين النهارده وبكره. نعم. تمام. وفي مجموعه ثانيه كانت صايمه امبارح والنهارده. بالنسبه للبرنامج العادي بتاعنا انت عارف حضرتك الساعه مثلا 10 بتبقى الساعه 9:30، الساعه 10 الفطار. نعم. الساعه 12 بيبقى فيه محاضره. الساعه 2:30 بيبقى فيه الغداء. الساعه 5 بيبقى في صلاه المغرب. طبعا مواعيد الصلاه كلها بنبقى مع بعض باذن الله يعني. نعم. وبعدين بعد كده بنتحرك للاتوبيس بنصلي العشاء هناك ونبدا التمرين. في الايام اللي بيبقى فيها الصيام يعني المجموعه كانت كامله كلها من النهارده بصراحه، كل المجموعه كانت صايمه النهارده. نعم. فكان امبارح برضو كانت في كل لعيبه سحرت امبارح الساعه 4 وبداوا الصبح. النهارده كان عندنا النهارده اللي هي الكشوفات الطبيه كلها، كان الدكتور ماجد قايم بكل الكشوفات الطبيه النهارده، من تحاليل، من
من الكشف الطبي على اللعيبه. انت عارف كل لعيب لازم يبقى فيه فايل يطلبه الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي بالظبط في البطولات المجمعه، فايل طبي كامل. فكان